بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام معاكم من مطبخ أم سمسم. تعالوا بقى نعمل مع بعض القمر دي الجبنة الفلاحي بتاعتنا، الجبنة القريش. وفي حاجة كمان، احنا طلعنا زبدة كمان. دول كانوا 2 كيلو من اللبن، واللبن ده لازم تكوني جايباه من فلاحين، ما ينفعش خالص اللبن المبستر ولا بتاع اللبان إلا إن كان موثوق منه. تمام. تعالوا بقى نشوف عملنا القمر ده ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دول 2 كيلو من اللبن، أو حوالي 2.5 بصراحة، مش متأكدة. اول حاجه طبعا اللبن ده انت هتباتيه في التلاجة بالازازه بتاعته كده. احنا جبناه بالليل وبيته في التلاجة لحد الصبح. الصبح بقى انا طلعته من التلاجة وحطيته على رجلي زي ما انتم شايفين كده، وقعدت كده اخض فيه. كده احنا بنخض، احنا كده بنخض. قعدت اخض كده حوالي قولي ربع ساعه تلت ساعه كده يعني، او بتسلى بقى. فطبعا قعدت اعمل بيه برجليا كده. بصراحه بالامانه انا ما كنتش عارفه انه هينفع كده، بس انا قلت اهي تجربه ونعملها مع بعض. طبعا قعدت زي ما انتم شايفين كده على رجلي حوالي بالظبط تلت ساعه ربع ساعه، بصراحه مش متذكره، بس ما كانش اكتر من كده يعني. ما وصلناش لنص ساعه يعني. طبعا هنا طبعا زي ما انتم شايفين قعدت بقى كده زي ما انتم شايفين كده على رجلي كده. ربع ساعه او تلت ساعه يعني، بصراحه مش فاكره قوي. في البدايه طبعا لو اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا ما حبيتش اطول عليك الفيديو، اختصار على طول، عشان اوريكي التجربه اللي انا جربتها وبالامانه نفعت وكانت حلوه قوي. تمام. يعني دول كانوا حوالي 2 كيلو من اللبن، 2 كيلو ونص، بصراحة مش متأكدة قوي. تمام. تعالوا بقى هنا، انا خلصت كده بعد تلت ساعة. بصيت جوه الازازة لقيت ما شاء الله عملت زبدة. انت من وقت للتاني هتبصي تلاقيه عامل وش والوش رغاوي كده. بعد كده اول ما تلاقي الوش ده قلب باصفر او خرز كده، اعرفي ان هو كده عمل زبدة معاك. هنا انا هصفي بقى اللبن بتاعي، وعشان اطلع الزبدة ونعمل كمان جبنة من احلى اللبن فلاحي. وقلت لك اللبن ده لازم تكوني جايبه من عند حد موثوق منه. بصوا الزبدة ظهرت على الوش اهي، شايفين اهي كده. هنا بقى انا هلمها بايديا زي ما انتم شايفين، تقدري تستعملي اي حاجه، بس الحمد لله انا ايديا كانت نظيفه وكده. فطبعا هلم الزبده بايديا زي ما انتم شايفين. هي الكميه ما كانتش كبيره كميه الزبده، بس على قد حبه اللبن. واللبن ده على فكره ده بقري، ده لبن بقري مش جاموسي يا جماعه. تمام اهو بصوا. هنا طبعا هخرجها، طبعا في لسه كده كان في زبده لسه في الازازه. طبعا هحاول ان انا انضفها معاكم، ادبها قوي على حرف الحله، او المهم ان انا هطلعها يعني. هطلعها، مش هينفع اسيب الزبده جوه الازازه ده، انا حتى لو هقطع الازازه هخرج الباقي. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شوفوا دلوقتي الزبده وصلت كام، وربنا يعيننا على اللي احنا فيه. فطبعا دول كانوا 2 كيلو لبن، 2 كيلو ونص، والله مش فاكره قوي او مش متاكده هم كانوا قد ايه، لان الازازه دي كانت 5 كيلو وانا عملت منها كذا حاجه يعني. تمام. طبعا هنا انا هطلع حته الزبده اللي جوه الازازه، وهلم كل الزبده اللي على وش اللبن ده. وتعالي بقى نقول لك بعد كده بقى احنا هنعمل ايه في اللبن ده. اللبن ده احنا هنعمل منه احلى جبنه هتاكليها، جبنه قريش، جبنه فلاحي 100%. تمام. حاجه مضمونه، حاجه نظيفه، حاجه عملتيها على ايديكي من اللبن كان موجود عندك. تمام كده. هنا طبعا هسيب اللبن بتاعي. طبعا هنا طبعا ده هنا حته الزبده لما دخلتها التلاجة مسكت شويه. وده اللبن بتاعي. هنا انا سيبته بقى من طبعا الكلام ده كان الصبح، انا سيبته بقى من الصبح لحد المغرب. هنا احنا المغرب. تمام. يعني سيبته من الصبح لحد المغرب. من الصبح كانت الساعه حوالي 9 لحد المغرب. اللبن بتاعي شرش معايا وبقى زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى هرش حبه ملح على وشه حوالي معلقه صغيره. تمام. وهجيب السكينه عشان اوريكي هو خد ازاي. انا حابه اوريكي هتعرفي ازاي ان اللبن بتاعك خد او قطع. يعني خلاص كده هو بقى جبنه. تمام. هوريكي بقى دلوقتي شكله عامل ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احنا في الفلاحين من الفيوم. انا مش فلاحه ايوه، لكن احنا بلدنا فلاحين والخير عندنا موجود على طول. بصوا ده شكل الجبنه بتاعتي، بصوا عامله ازاي. بصوا بالشكل كده الجبنه، تعرفي كده ان اللبن بتاعك قطع او كده خد بقى جبنه يعني. تمام. هنا بقى طبعا زي ما انتم شايفين هنجيب ايه بقى بصوا حابه اوريكي ان لسه هي فيها خير. بصي ادي القشطه على وشها لسه برضه، بالرغم ان انا خدت منها الزبده، لكن برضو الخير لسه موجود في اللبن ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يبارك يا رب لاصحاب اللبن يعني. اللبن ده انا جايباه من عند فلاحين، وما ينفعش خالص اللبن المبستر. ولازم لو هتجيبي من عند لبان اتاكدي منه، لان كتير قوي من اللبانين بيغشوا بالامانه يعني. تمام كده. طبعا انا جايباه من عند فلاحين من البيت، انا ما بجيبش من عند لبان خالص. هحط طبعا هنا دي المصفى، والمصفى احطها على بوله واحط فيها فوطه تكون بيضه كده زي ما انتم شايفين، او يعني اي حاجه بيضه عندك، حته بيضه. بصوا ده شكل اللبن، بصوا ما شاء الله. بصوا عامل ازاي. هنا ان كده اتاكدتي ان هو قطع. تمام كده. هنا بقى انا هرش حبه ملح تاني، وما تقوليش الملح كده كتير، لا مش كتير. هحط برضو معلقه صغيره تاني من الملح زي ما انتم شايفين كده. وهقلب بقى الجبنه دي معايا كده باي معلقه، باي سكينه، باي حاجه. وهنا بقى طبعا زي ما انتم شايفين كده حبيب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هقلب بقى كده زي ما انتم شايفين. وهنا بقى اروح رابطه بقى عاملاه زي السره كده او زي بقجه، وهربطه. ومهم قوي ان انت تعليه. طبعا لو ينفع تعلقيه مفيش اي مشكله، هيتعلق بالعكس هيصفى معاكي اسرع.
هنا انا هربطه وهحاول ان انا بقى اعلي المصفى عشان الميه دي او الشرش ده مش ميه، هي الشرش، عشان الشرش بتاعنا ده يتصفى والجبنه بتاعتي تبقى جبنه ينزل منها كل السوائل اللي فيها. تمام. هنا طبعا هعليها، هرفع المصفى بتاعتي الكبيره دي واحط تحتيها اي حاجه. انا هنا حطيت استعملت الكوبايه بتاعتنا الاستانلس العاديه خالص، تقدري تستعملي اي حاجه تعلي بيها. لو انت هتستغني عن الشرش حطيها على الحوض ويصفى في الحوض مفيش مشكله. بس انا الشرش هنا مش هستغني عنه، الشرش هنا هنعمل بيه اي معجنات خساره يعني، لان الشرش هنا حلو ونضيف ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي بقى كده، وهنسيبه بقى بالظبط حوالي ساعتين. وتعالي بقى بعد ساعتين نشوف هنعمل ايه مع بعض. دي الزبده زي ما بوريكي، دي الزبده اللي طلعت معانا ما شاء الله، كانت حته حلوه والله، حوالي 150 جرام يعني ما كانتش بطاله. لو كل 2 كيلو هيطلعوا لنا كده مش حاجه وحشه، دي حاجه حلوه يعني ما شاء الله، ربنا يا رب ايه يبارك. تمام. هنا طبعا بعد ساعتين بالظبط، ودي الجبنه بتاعتي. طبعا هنا انا هخرجها وده شكلها، انا قطعتها هي ما كانتش لسه مسكت نفسها. هنا بقى رش حبه ملح كمان، وما تقوليش الملح كتير لا الملح مظبوط، رش بقى حبه ملح كمان وسيبيها حبه، هتبصي تلاقيها نزلت كل الميه اللي فيها ومسكت نفسها اكتر. طبعا دي كانت الكميه اللي خرجت معايا زي ما انتم شايفين، ودي قطعه الزبده والله هي كانت بالامانه حلوه. بصي حته حلوه كده ما شاء الله. هلم بقى الدنيا دي واوريك الجبنه بتاعتنا القمر دي عامله ايه. وده الشرش بتاعي انا هحطه في كيس وهدخله الفريزر، هنستعمله في اي معجنات خساره، احنا مش بنرمي اي حاجه، كل حاجه بنستفيد منها. تمام كده. طبعا هلم الدنيا بقى كده وهرجع معاكي اوريك الجبنه القمر بتاعتنا. كانت جبنه زي القشطه، اقسم بالله كانت قمر قمر قمر. يلا بقى لو عندك 2 كيلو لبن قومي جربيهم، بس المهم قوي يكون اللبن جاي من عند فلاحين، عمال اكد عليكي المعلومه دي، لان اللبن بتاع اللبان كتير بيبقى مغشوش. ومش كده بس، كمان لو انت هتجيبي اللبن المبستر استحاله يطلع منك قشطه. تمام كده حبايب قلبي. اللهم صل على النبي. عماله اكل في الجبنه بصراحه عجباني، وده شكلها، وده كان الفيديو بتاعنا. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، يا رب ما يكونش تقال على قلبكم. طبعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الاول مره تشوفيني مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا حبايب قلبي، ربنا يحسن ما بين ايديكم، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.